يلا بينا نروح نشوف الألعاب دي شكلها ايه. word. كلمة award معناها مكافأة أو جائزة رسمية. تنافس حلو أوي. Egyptian players اللاعبين المصريين work hard يعملوا بجد to become world. أنا عايز هنا world ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة البنو والنهاردة هنشرح كلمات يونت 7 من كتاب المعاصر لسنة تالتة إعدادي. النهاردة عندنا أول كلمات، عندنا كلمة نايت. كلمة نايت معناها فارس. تعال نشوف الفارس ده كان شكله إيه. الفارس ده حبايبي هي كلمة كانت موجودة في العصور الوسطى and this is night. بتتكتب كده. واضح جدا ان الكي انا مش هنطقها وكمان الجي والاتش. knight equal soldier. soldier معناها جندي وكمان knight معناها جندي. حلوة قوي. طيب لو احنا دلوقتي معانا كذا جندي، يبقى احنا دلوقتي في باتل معناها معركة. يعني ايه معركة؟ باتل. بعد كده عندنا كلمة compete. طيب سؤال، ايه يا ميس الكلمات دي؟ ايه الان دي؟ اوكي، عندنا كلمة نايت قلناها باتل، وكمان عندي كلمة compete. طيب ايه دول يا حبايبي؟ يعني ده ايه؟ الان دي اختصار لايه؟ الان دي اختصار لناون، يعني الكلمة دي نوعها اسم. طيب عندنا كلمة باتل برضو نوعها نون يعني اسم. كلمة compete هو فعل منتظم. compete أول ما هتروح الماضي هيبقى آخرها دي، ده معنى حرف الدي اللي جنب كلمة compete. الفي معنى كده إن الكلمة دي verb معناها ينافس. بعد كده عندنا champion. السي اتش champion يعني بطل، وخصوصا بطل رياضي. اوكي، غير البطل في فيلم او روايه. admiration معناها اعجاب. ناخد بالنا من النهايه TION اللي على طول بتكون لي الناون. بعد كده عندي كلمه honor، مش هننطقها من عند الاتش ل HO وراها او، هنطق من اول الاو. يبقى عندي كلمه honor معناها شرف او تكريم. كلمه كمان معناها victory يعني انتصار. award معناها مكافاه او جائزه رسميه. sportsmanship عشان تحفظها اسهل ممكن تقسمها للسيلابلز لمقاطع. معاك سبورتس اللي هي رياضي، وبعدين عندنا مان وعندنا شيب الروح الرياضيه. بعد كده عندنا كلمة ايه يا حبايبي؟ عندنا كلمة ديسكس. ايه الديسكس ده؟ ديسكس ثروينج هي لعبة رمي الأرز. تعالوا نشوف مع بعض اللعبة دي شكلها ايه. دي لعبة رمي الأرز. اللعبة دي من الألعاب اللي كانت مشهورة من الألعاب الأولمبية زمان، اسمها ديسكس ثروينج. اهي ديسكس، وكلمة throw معناها يرمي، TH throwing هي لعبة رمي الأرز. تمام. بعد كده عندنا discus throwing رمي الأرز. عندنا لعبة الريسلينج اللي هي المصارعة. برضو حبايبي عندنا الW مش هنطقها والتي مش هنطقها. ريسلينج المصارعة. هوريك شكل اللعبة دلوقتي. archery الرماية. لعبة الرماية هي رياضة القوس والسهم. بعد كده chariot racing. chariot يعني سباق العجلات الحربية. gladiator fights. كلمة fights معناها قتال، برضو الجي والاتش سايلنت. gladiator fights اللي هو قتال المصارعين. جودو لعبة الجودو. fencing المبارزة. هوريك صور كل الألعاب دلوقتي. كريكت لعبة الكريكت، وهورس رايدنج. يلا بينا نروح نشوف الألعاب دي شكلها ايه. نبص هنا كده،
تعالوا اقول لكم اللعبة دي اسمها ايه. اللعبة دي احنا لسه قايلين اسمها discus throwing. اللعبة اللي بعدها اوكي دي لعبة الكريكت. دي لعبة الكريكت. دي يا ولاد الشاريوت العجلة الحربية، عبارة عن عجلة كان built with horses بتجرها أحصنة، وكان عليها جنود زي كده بيبقوا في المعركة وبيحاربوا وهم راكبين هذه العجلات الحربية. طيب عندنا ايه كمان؟ دي المصارعة اللي احنا قلنا عليها الريسلينج. لعبة كمان عندنا دي اسمها لعبة رمي السهام. طيب اللي هي لعبة الارشري اللي هي رمي السهام. تمام. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا بوب كويز، في كويز سريع كده جايبهولك بعد الكلمات. تعال نشوف. جايب كلمة تشامبيون. احنا قلنا تشامبيونز معناها ايه يا حبايبي؟ تشامبيونز معناها اوكي تشامبيونز معناها ابطال. خلاص. award جائزة رسمية، compete يتنافس، وكلمة honor معناها شرف أو تكريم، ونايت اللي هو الجندي بتاعنا. many athletes ده فاعل ده subject. many athletes كل ده هو الفاعل بتاع الجملة. فاضل هنا فعل يبقى ده السبجكت معانا، ده الفيرب. many athletes not to win medals in the Olympics. Olympics هي الألعاب الأولمبية، والألعاب الأولمبية كانت بتقام في جريس في اليونان قديما، وكانت بتقام كل 4 سنوات. بعد كده بقت تقام كل 2 مرة صيف مرة شتاء، في الوينتر والسمر على حسب بالتبادل. وكانت الألعاب دي سميت بالألعاب الأولمبية نسبة لأنها تقام في مدينة أولمبيا اللي موجودة في اليونان. الرمز بتاع الألعاب دي عبارة عن دوائر، حوالي 5 دوائر. ال5 دوائر بترمز إلى ال5 قارات، وال5 دوائر متحدة مع بعضها علشان تبين لنا إن هذه النوع أو هذا النوع من الرياضة بتوحد الشعوب مع بعضها. طيب بعد كده عندنا many athletes. احنا هنا عايزين فعل to win medals in the Olympics. طب هناخد انهي؟ champions ابطال، award compete معناها يتنافسون، honor معناها يكرم، وكلمة knight معناها جندي. احنا هنا محتاجين فعل، فانا هاخد كلمة compete معناها يتنافس. حلو قوي. Egyptian players اللاعبين المصريين work hard يعملوا بجد to become world. أنا عايز هنا world إيه؟ عايزين نقول أبطال العالم. فين هنا كلمة أبطال؟ برافو عليكم، كلمة champions. طيب بعد كده عندنا السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول it's an not to represent your country in international games. it's a it is an not. يبقى أنا عايز هنا حرف متحرك. فأنا هاخد كلمة honor. it's an honor. honor معناها شرف أو فخر. It's an honor to represent your country. من الهونر الشرف أو التكريم إنك تمثل بلدك في الانترناشونال جيمز الألعاب الدولية. She received a not. هي
استقبلت أو تلقت إيه؟ أنا هنا عايز اسم for her great achievements علشان إنجازاتها الرائعة. يبقى إحنا هنعمل إيه؟ هناخد كلمة she received an not for her great achievements، يبقى هي أخدت award. كلمة award معناها مكافأة أو جائزة رسمية. بعد كده عندنا fair play. كلمة fair play يا ولاد معناها لعب نزيه. يعني ايه لعب نزيه؟ يعني هلعب بأمانة وبشرف. أديك مثال دلوقتي على لاعب مصري مشهور اسمه محمود رشوان. اللاعب ده مشهور عنه انه هو بيلعب لعب نزيه. لعب نزيه ان احنا مش بنركز على ان احنا نكسب وخلاص، لا، لازم يكون المكسب ده عن فعلا انتصار حقيقي. واحكي لك الحكايه بتاعت محمد رشوان بسرعه. محمد رشوان كان لاعب من الابطال المصريين في لعبه الجودو، ولعبه الجودو دي لعبه شبه الكاراتيه والكونفو كده. الراجل ده كان الخصم الياباني قدامه كان عنده اصابه، وهو رفض انه take advantage of his injury، انه يستغل هذه الاصابه، وفاز بالمركز الثاني وساب هذا البطل ياخد الجولدن ميدال، الميداليه الذهبيه. طبعا الشعب الياباني قدر فعلا فاليو الفعل ده جدا، وبقى في نظرهم هو بطل حقيقي ورمز للفير بلاي للعب النزيه. يبقى عندنا بعد كده كلمة fair play يقصد بيها اللعب النزيه. culture معناها ثقافة. عندنا TU، لو احنا بصينا هنا كده TU يا حبايبي culture برضو دي نوعها اسم. the middle ages العصور الوسطى. peace السلام، العكس بتاعها كلمة war حرب. Olympic Games الألعاب الأولمبية، وأنا قلت لك الشعار بتاعها اللي هو الخمس دوائر متحدة مع بعض. athlete معناها رياضي أو لاعب رياضي، لاعب رياضي. طيب inspire معناها يلهم، دي هتاخد دي في التصريف الثاني بتاعها ونوعها فعل. physical الBH هنطقها physical ال غالبا بتعمل لي الصفة. physical لما احب اعمل صفة بحط في الاخر. generations معناها اجيال، generations معناها اجيال. تمام. بقية الكلمات اللي بعدها في عندنا كلمة value. value هنا ممكن تيجي اسم وفعل معناها يقيم أو قيمة. opponent أو rival معناها منافس، opponent منافس، وبرضو كلمة rival معناها منافس. injured مصاب أو مجروح، وديت صفة آخرها ed، ed بتعمل الصفة من الفعل. chance معناها فرصة. attack يهاجم. عندي كلمة weak point نقطة ضعف، واحنا خدنا الويكنسز ديت الترم اللي فات. كلمة decision معناها قرار. عندنا SION شن. كلمة focus معناها يركز، وبيجي على طول بعدها الحرف الجر on. عكسها كلمة distract اللي هي يشتت. يبقى focus معناها يركز. advantage ميزة أو أفضلية. earn يكسب مال أو شيء معنوي قيمة. أنا ممكن أقول earn money يعني يكسب فلوس. remind معناها يذكر، أنا مش بفتكر لوحدي ولكن في حد بيفكرني. remind. prove معناها يثبت أو يبرهن. كلمة honesty زي ما قلت لك ال H silent هننطق من أول O. honesty اللي هي الأمانة. طبعا الواي هنا عملت لي الاسم لأن كلمة honest معناها أمين. injury معناها إصابة أو جرح، ولسه قايلين من شوية كلمة injured معناها مصاب أو مجروح. طيب بعد كده الديفينيشنز. ليه بقى الديفينيشنز دي مهمة؟ بيجي في الاختيارات في الامتحان سؤال على الديفينيشن.
سؤال الديفينيشن سؤال مهم. يعني ايه ديفينيشن؟ بيعرف الكلمة. ايه المقصود بكلمة نايت؟ اتفقنا ان الكي سايلنت، الجي والاتش سايلنت. كلمة نايت يعني سولجر بس في الميدل ايجز، في العصور الوسطى. chariot معناها عجلة حربية. cart pulled by horses، لسه مورياك صورتها. cart pulled by horses. fair play لعب نزيه، يعني treating others honestly in games. honestly معناها بأمانة. طيب هاخد كلمة honest، ادي honest اهي. لو انا زودت لها الواي في الاخر انا كده عملت الادفيرب، عملت الظرف. الظرف هي كلمه يا اما بتوصف فعل يا اما بتوصف صفه. خلاص، يبقى honestly بامانه، بيلعب. ايه طريقه اللعب؟ انها honestly بامانه. تمام. طيب بعد كده عندنا كلمه show. ايه بقى موضوع الكولوكيشنز ده؟ يعني ايه كولوكيشن؟ يعني كلمات بتصاحب كلمات، بيجوا مع بعض، ودي بتفيدني قوي في القطعة اللي فيها فراغات وانا بكملها. ده بيفيدني جدا في حل السؤال بتاع الفيلنج جابس. طيب show strength، احنا هناخد بالنا ان في الجي هنا منطق كأنها كي. strength يعني يظهر قوة، وشو respect معناها يظهر الاحترام. bring communities together، كلمة bring together بتساوي كلمة unit يعني يوحد، بيوحد ما بين الشعوب. inspire generations يلهم الأجيال. practice a new sport يعني يمارس رياضة جديدة، يبقى practice معناها يمارس. stay strong يظل قويا. do daily tasks يقوم بمهام يومية. win a medal يفوز بميدالية. lose a match يبقى أنا عندي win وعكسها lose. win يفوز ولوز يخسر. highlight values معناها يبرز. highlight هنا فعل معناها يبرز. تمام. هنيجي على باقي الكلمات. synonym and antonym. أنا بس عايزة أقول حاجة. إحنا كلمة synonym يقصد بيها إيه؟ يقصد بيها 3 حاجات. close in meaning قريب في المعنى، أو كلمة have the same meaning ليه نفس المعنى. دايما يجي في الأسئلة، أو يجي كلمة means يقولك الكلمة دي معناها. يبقى close in meaning قريب في المعنى لكلمة كذا، أو عندنا كلمة have the same meaning ليه نفس معنى كلمة كذا، أو means يجيب الكلمة دي ويقولك means أو يقولك means بعدها. عندي كلمة ancient معناها قديم، بتساوي ايه في المعنى؟ بتساوي كلمة very old. ancient من الصفات القوية، very old بتساويها old من الصفات الضعيفة، ينفع احط قبلها very عادي جدا. طيب عكسها كلمة modern معناها حديث. يعني ايه عكس يا ولاد؟ يعني antonym او opposite. من شوية قايله لك opponent منافس يعني مقابل، opponent منافسها، opposite مضاد في المعنى عكس المعنى. strength الجي هنطقها ك sound. strength هي power، عكسها كلمة weak يعني ضعيف ونحط لها ness. دايما السافكس ness هنتكلم عليه دلوقتي. suffix يعني نهاية، اتحول الصفة إلى إيه؟ إلى اسم. ness weakness. طيب كلمة fair معناها نزيه أو عادل، هي كلمة honest وعكسها dishonest. أنا هاجي أحفظها بالطريقة دي. this اللي هي معناها not زائد كلمة honest. dishonest معناها غير أمين، هنا كلمة this معناها not. بعد كده عندي كلمة respect يحترم، هي honor عكسها disrespect. يبقى كلمة respect لو أنا هجيب عكسها هيجي معاها this.
respect. عندنا كلمة admire يعجب بيه. هنا بقى جايب الاسم بتاعها admiration. admiration اللي هو الإعجاب والتقدير. هي كلمة appreciation يعني تقدير، أو كلمة respect عكسها disapproval. disapproval عدم استحسان. champion معناها بطل، هو winner أو hero عكسها كلمة loser. loser معناها خاسر. كلمة focus يركز ويأتي بعدها on. هي concentrate. concentrate يعني يركز على، وعكسها كلمة distract معناها يشتت. inspire يلهم بتساوي كلمة motivate. motivate يحفز أو يشجع. encourage معناها يشجع، عكسها discourage معناها يحبط. تمام؟ طيب النقطة دي بقى مهمة جدا يا حبايبي. كلمة ايه؟ كلمة prefix معناها بداية. prefix هنحفظها ازاي؟ بداية ب، prefix ب، فنحس الاتنين أولهم نفس الصوت. prefix يعني بداية بتيجي في أول الكلمة وممكن بتغير معناها، والسافكس معناها نهاية وتأتي في نهاية الكلمة. طيب هنجرب كده كلمة competition. احنا عندنا كلمة compete. compete يتنافس، ده ايه يا حبايبي؟ ده فعل. زودت لها ايه في الاخر؟ tion. اللي بيزود في الاخر اسمه suffix، يبقى ده اللي في الاخر ده ايه؟ suffix. تمام كده؟ يبقى عندي الفعل compete علشان احوله الى noun، عشان احوله الى اسم زودت له tion. بعد كده ال ly ايه شغلها؟ انها بتحول لي الكلمه الى adverb. يعني ايه adverb؟ يعني ظرف. كلمه honest امين دي صفه اهي adjective، رحت مزود لها ly اصبحت ايه في الاخر؟ اصبحت adverb. واحنا قلنا adverb هي كلمه تصف الفعل او تصف الصفه. بعد كده عندي ري بتساوي كلمه again. ري معناها again يعني مرة أخرى. restart يعيد بداية. كلمة شيب بتكون اسم زي friendship الصداقة. friend يعني صديق، زودت لها كلمة شيب بقت friendship معناها الصداقة. طيب sportsmanship. sportsmanship هي الروح الرياضية. بعد كده ال ation admire admiration بتحول الفعل إلى اسم. يعني احنا عشان نحول كلمة admire اللي هي الفعل نحولها into a noun فزودت لها السافكس، يعني زودت لها النهاية ation. طيب عندنا حاجة تانية بقى مهمة جدا، دي بتنفعنا في الجرامر قوي. الكلمات irregular أو الأفعال irregular verbs، الأفعال الشاذة أو اللي تصريفها غير منتظم. إزاي؟ عندنا كلمة spread معناها ينتشر، في الماضي spread والتصريف الثالث بتاعها spread. طيب دي شبه ايه؟ شبه افعال كتير زي cut، التصريفات بتاعتها cut put كلمة coast. طيب كلمة bring معناها يحضر، bring brought began. طيب عندنا قطعة عن تاريخ الرياضة. طيب هل احنا هنحكي عن تاريخ الرياضة؟ هنحكي عن تاريخ الرياضة نبذة بسيطة. ده ايه يا حبايبي؟ ده الشعار بتاع الأولمبيك جيمز. زي ما قلت لك فيه 5 دوائر، ال5 دوائر دول بيرمزوا لل5 قارات، لل5 continents وال5 متحدين عشان يبينوا وظيفة الرياضة في انها بتوحد شعوب العالم. Sport has been part of human life. الرياضة
لقد أصبحت جزء من حياة الإنسان 4000 يعني هي من زمان، من آلاف السنين وهي جزء من حياة الإنسان. In ancient times ففي العصور القديمة. يبقى هنا هيتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن الرياضة قديما. الرياضة قديمة people competed to show strength. الناس كانت بتتنافس عشان تبين القوة والسرعة والمهارة. طيب ندي مثال. لو أنا اعتبرت إن دي مقدمة لموضوع عن أهمية الرياضة، فأنا هقول إن الرياضة جزء من حياة الإنسان، وأنا هشرح يعني إيه جزء من حياة الإنسان وهدي مثال. فأنا هقول for example على سبيل المثال، وهدي مثال على الأولمبيك جيمز، الألعاب الأولمبية. بدأت فين؟ in Greece في اليونان more than 2700 years ago، منذ 2700 سنة. زي يقصد بيها مين؟ الأولمبيك جيمز. زي included كان فيها، بتشمل included كان فيها running الجري، wrestling المصارعة، وكمان الديسكس throwing اللي هي لعبة رمي القرص. These games were not only for fun، ما كانتش بس علشان المرح، ولكن أيضا but also to bring communities together. وقلنا bring together معناها يوحد الشعوب. طيب جميل. بعد كده اتكلم تاني عن الرياضة حصل فيها ايه. قالك later بعد كده the Romans enjoyed sports such as، بقى الرومانيين بيستمتعوا برياضة الجلاديتور فايتس، القتال ما بين المصارعين. عشان يبين السترينكس، لان ديت كانت قائمة اصلا على السبيد السرعة، السكيل السترينكس والمهارة. طيب and chariot racing، في سباق للعجلات الحربية، وهنا العربيات الحربية، وهنا المقاتلين أو الجنود. Although some of these were dangerous، بعض هذه الألعاب كانت خطيرة، ولكنها كانت how important sport was in Roman culture. قد إيه كانت الرياضة مهمة في الثقافة الرومانية. The Middle Ages وفي العصور الوسطى people in Europe، الإي silent، in Europe practiced archery. يعني إيه archery؟ اللي هو رمي السهم، وكمان الهورس riding، وكمان ركوب الخيل، and fencing والمبارزة. These activities prepared the knights for battles. هذه الactivities كانت بتجهز الجنود للمعارك. And they also become forms of competition، وأصبحت من أشكال التنافس. بعد كده هيجيب السبورتس دلوقتي حديثا بقى. started to grow in 19th century، بدأت ترجع تاني في القرن ال19 في كرة القدم والتنس والكريكات. became popular in England، بقت مشهورة في إنجلند، وبعدين سرعان ما انتشرت حول العالم. The modern Olympic، الألعاب الأولمبية الحديثة were restarted، بدأت تاني in 1896 in Athens، في أثينز. and today Athens دي أثينا يعني موجودة في روما. and today they are a global event، وأصبحت دلوقتي حدث عالمي global event where حيث athletes اللاعبين الرياضيين from many countries compete in peace، يتنافسون في سلام. سبورت النهاية أو الخاتمة بتاعة الموضوع بتاعنا، إن السبورت دلوقتي practice not only for winning، مش بس علشان نفوز، ولكن أيضا for teamwork، علشان العمل الجماعي. ودي أهمية الرياضة. أهمية الرياضة دلوقتي إيه؟ علشان التيم وورك العمل الجماعي، الفير بلاي بتبين الفير بلاي اللعب النزيه and health وللحفاظ على الصحة. It continues to connect people، بتخلي الناس في تواصل مع بعض، create friendships بيكونوا صداقات and inspire new generations، يعني تلهم الأجيال الإيه؟ القادمة الجديدة. generations معناها أجيال.
طيب دي صورة اللاعب محمد رشوان، ومحمد رشوان زي ما قلت لك هو لاعب الجودو. محمد رشوان used to وراها مصدر. used to يعني كان أو اعتاد أن يكون واحد من Egypt's most admired sports. طيب هنسأل سؤال جميل جدا. كلمة most معناها أكتر. most admired sports champions من أكتر الأبطال المعجب بهم حوالين العالم. المفروض إن most دي تكون كده the most، صح؟ تم إزالة الذا بسبب الملكية. Egypt's most admired، خلاص admire يعني معجب بيه، يتم الإعجاب بيه حول العالم. He became famous، الراجل ده بقى مشهور أثناء 1984 Olympic Games، في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في 1984، حيث he reached the judo final against a strong Japanese opponent. يعني إيه؟ الراجل ده وصل للنهائيات مقابل strong Japanese مصارع ياباني أو منافس ياباني قوي. his rival يا جماعة قلنا هي opponent، الاتنين the same meaning. used to train hard، اللاعب الياباني ده كان بيتدرب حلو جدا، خلاص، ولكن he was injured، اتعرض لإصابة. بعد كده at the time many people said Rashwan had the chance to attack، قال دلوقتي الراجل ده عنده إصابة يبقى رشوان هيقدر إن هو يفوز بسهولة، خلاص. attack his rival's weak point، ويهاجم نقطة ضعف الخصم بتاعه علشان يفوز بالجولد ميدال. طيب هل رشوان عمل كده؟ لا، رشوان used to believe، الراجل ده بيؤمن بإيه؟ بيؤمن إن الفير بلاي was more important than victory، أن اللعب النزيه أهم من النصر. and he chose to compete with honor and refused to take advantage of his rival's injury. يعني إيه الجملة دي؟ عندنا كلمة compete with honor يعني يتنافس بشرف، and refused ورفض إن هو يستغل. كلمة take advantage معناها benefit، يستفيد من نقطة الضعف benefit، and take advantage of his rival's injury معناها إصابة، يستفيد من الإصابة بتاعة الخصم. although على الرغم من، خدناها الترم اللي فات، على الرغم من he lost the final and won only the silver medal، الراجل ده مع ذلك خسر الفاينل وحصل على الميدالية الفضية. he earned something far greater، الراجل ده كسب حاجة أكتر من الميدالية الذهبية. إيه هي؟ respect، كسب الاحترام، والادميريشن والإعجاب بتاع مين؟ بتاع المشجعين اللي هم الجابانيز. later بعد كده the Japanese people gave him a special award، ادوله مكافأة مميزة جدا for his great sportsmanship، على الروح الرياضية الرائعة بتاعته. Rashwan's story reminds us that، القصة بتاعت رشوان بتفكرنا بإيه؟ بتفكرنا إن sport، الجملة دي مهمة، isn't just about medals، إن السبورت مش فقط هي ميداليات. athletes often say، اللعيبة دايما يقولوا we used to train harder، احنا على طول بنتمرن بجد، or we should have focused more، او ان احنا المفروض كنا نركز احسن من كده. ولكن رشوان proved that، اثبت ان honesty والrespect، ان الامانة والاحترام can make someone a true champion، بيخلي الانسان بطل حقيقي even without gold، حتى بدون الذهب.
اوكي. في فروق بسيطة ما بين بعض الكلمات. مثلا عندنا كلمة gladiator. gladiator معناها مصارع، وهندخلها في جملة. هنقول الجلاديتور fought bravely in the Roman arena. ساحة القتال. Roman arena ساحة القتال. كلمة soldier معناها جندي. protect his country during wars. فبنقول ان الجندي ده موجود في الجيش الرسمي للدولة، انما المصارع ده بيبقى في حلبة مصارعة، وده كان موجود عند الرومانيين القدماء. كلمة نايت معناها فارس، بيبقى على حصان، وده برضو من العصور الوسطى. The knight wore armor and rode his horse into a battle. ماشي. طيب بعد كده الفرق ما بين champion. احنا قلنا ايه على champion؟ قلنا على champion دي ان هو بطل رياضي، بطل في رياضة معينة. خلاص. سلمى is the swimming champion of our school. يعني هي ايه؟ يعني هي بطلة السباحة بتاعة مدرستنا. كلمة rival و opponent. rival و opponent نفس المعنى، معناها منافس. المنافس ده ممكن يبقى صديق أو زميل في منافسة أو رياضة علمية. أحمد is my biggest rival in the football team. مين المنافس الشديد بتاعي في الفوتبول تيم؟ أحمد. طيب our opponent المنافس played very well. لعب حلو جدا in the final match في المباراة النهائية. كلمة enemy معناها عدو. soldiers fought bravely against يعني حاربوا بشجاعة أمام الانمي بتاعهم. طيب آخر حاجة عندنا الاكسبريشنز، تعبيرات وحروف جر هامة. دي مهمة جدا جدا جدا، بتساعدك في حل أسئلة كتير. عندي كلمة part of human life يعني جزء من حياة البشر. spread across the world انتشر حول العالم. create friendship يكون صداقات. يبقى كلمة create أو make friendship أو build friendships. in the 19th century القرن يجي قبليه in. compete in معناها ينافس فيه. عندنا كلمة important for معناها هام لي. نيجي هنا make life active and fun يجعل الحياة نشيطة. بعد make ممكن يجي صفة وممكن يجي مصدر. هنا جاي صفة. keep the mind fresh. keep fresh يعني خليه نشيط ومنتعش. people of all ages ناس من جميع الأعمار. take part in الكلمة دي مهمة جدا جدا، معناها يشارك فيه. compete with honor ينافس بشرف. take advantage of معناها يستغل، اللي هي كلمة benefit. طيب تمام. هنيجي للجزء الثاني، هنحل أسئلة بسيطة على الكلمات اللي احنا أخدناها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عندنا we should know people who have made our life better. made our life better يعني خلت حياتنا أحسن. يبقى we should we should honor ولا damage ولا delete ولا discourage. طبعا honor معناها يكرم أو يشرف. many young athletes train hard. young athletes يعني الرياضيين شباب بيتمرنوا hard so علشان they can not in national عشان يقدروا يعملوا complete ولا compete ولا complain ولا compare عشان يقدروا يتنافسوا في الأحداث الرياضية القومية. يبقى compete. number B. Our football team became the national after winning the final. يعني national champion بطل قومي. الكلمة دي مهمة جدا. The students looked at the teacher was great. بصوا على المدرس بتاعهم with great for his great leadership. يبقى بيبصوا له admiration بإعجاب. Good not means playing fair.
الجود ايه معناها اللعب النزيه، respecting others احترام الآخرين في المسابقات، يبقى دي اسمها sportsmanship الروح الرياضية، يبقى دي اسمها good sportsmanship. نطلع فوق كده عندنا في ال definitions بنقول النقط is a cart pulled by horse، في هنا سبيس اهو في فراغ، وبنقول هي عربة بيجرها حصان، يبقى دي كانت اسمها ايه يا ولاد؟ دي كانت اسمها chariot. يعني ايه chariot؟ اللي هي الكارت pulled with horse العجلات الايه؟ الحربية. he compete with honor refuse to take advantage. بيقول لك كلمة take advantage يا ترى معناها ايه take advantage دي؟ معناها away from بعيد عن، look for يبحث عن، ask for، ولا benefit from يستفيد من أو يستغل، معناها benefit from. He had the chance to attack his rival's weak point. كان عنده فرصة يهاجم نقطة ضعف الخصم. كلمة weak point is similar in meaning مشابهة في المعنى لكلمة ايه؟ لكلمة weakness. weakness يعني نقطة الضعف. Rashwan proved that honesty and respect can make someone not a champion يخليه بطل حقيقي. يعني ايه حقيقي؟ كلمة real. كلمة sport يعني رياضة. كان نقط communities together. احنا قلنا كلمة يوحد معناها ايه يا ولاد؟ bring communities together يعني توحد المجتمعات معا. both the young and old كلا من اليونج والأولد الشباب والكبار. احنا عندنا يا حبايبي الصفة لا تجمع، الصفة لا تجمع. طب علشان اجمعها هحط قبلها ذا. فمثلا لو انا عندي كلمة old فهقول the old معناها كبار السن، the young صغار السن، the rich الأغنياء، the poor الفقراء. فهنا نفس الحكاية the old the young الشباب وكبار السن يشاركوا part in games and activities. فعندنا expression هنا معناها يشارك فيه اللي هو take part in. طيب هنيجي للجزء بتاع السينونيم والانتونيم. طيب أول جملة بتقول كلمة ancient the word ancient معناها إيه؟ معناها قديم. has the same meaning. لما يقول لي كده يبقى هو عايز إيه؟ السينونيم، هو عايز المرادف. كلمة ancient اتفقنا إن معناها very old. the antonym مضاد كلمة strength معناها قوة، يبقى عكسها weakness ضعف. يبقى أنا هنا عايز الإيه؟ عايز opposite. when we add the suffix لما نحط اتفقنا suffix معناها نهاية، عندما نضيف النهاية في هنا space to compete لكلمة compete. يعني أنا مثلا عندي هنا كلمة compete أهي هزود لها نهاية هحولها إلى noun. compete يتنافس، أنا عايزة أخليها منافسة، فأنا هعمل إيه؟ هحط لها TION competition. not means treating. هنا برضو رجع تاني للديفينيشنز treating others honestly in games بيعامل الناس بطريقة honestly في الجيمز، يبقى fair play hater sleeping cheating. ده cheating يعني الغش، sleeping النوم، hater دي كراهية، وكلمة fair play اللي هو اللعب النظيف يبقى fair play. the player couldn't finish the game. البلاير couldn't finish the game because he الراجل ده كان ايه؟ كان مصاب. كلمة مصاب معناها strong ولا rested ولا late ولا injured؟ كلمة injured معناها مصاب. they were the not of the race. حلو. they won the gold medal.
هم كانوا أبطال السباق. يعني إيه أبطال يا ولاد؟ champions معناها أبطال. My father always inspires me. My father بيلهمني to do better إني أعمل أحسن من كده. This means that he not me. كلمة inspire me معناها بيشجعني. يعني إيه يشجع؟ يعني encourage وعكسها discourage يعني يثبط. He was happy when he reached his goals. Reach goals معناها يحقق أهدافه. And the word reach has the same meaning as lost ولا missed ولا achieved ولا blamed. عندنا كلمة achieve معناها يحقق. هي نفس كلمة reach his goals. بعد كده you should a new sport to stay fit. كلمة fit يا ولاد معناها ايه؟ معناها لائق بدنيا. جاي منها الفتنس اللياقة البدنية. وكلمة fit in معناها يندمج. لو جه بعدها حرف الجر in يبقى دي معناها يندمج. حلوة. فبيقول you should not new sport. لازم تمارس رياضة جديدة. يعني ايه تمارس؟ يعني practice. They played the match well. لعبوا كويس and not a medal. وكسبوا الميدال بتاعتهم. كسبوا يعني won. خلي بالك من and لو الفعل اللي قبلها جه في الماضي اللي بعدها هيجي في الماضي برضه. لو اللي قبلها ing اللي بعدها ing فهي حرف عطف نفس الأزمنة قبل وبعد هو. طيب The word respect is closest in meaning. كلمة closest in meaning معناها قريبة في المعنى. يبقى برافو عليك. يبقى احنا هنا عايزين ايه؟ synonym. احنا عايزين المرادف. كلمة respect يحترم هي كلمة honor معناها يكرم يشرف يحترم. The suffix شب. النهاية شب. فاكر انا قلت لك عندنا كلمة friend شب. في عندنا scholar شب. سبورتس خدناها بقى من شويه. سبورتس مان شب. يبقى شب دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي الناون. بتكون لي الاسم. يبقى شب دي نهايه suffix بيكون لي الاسم من ايه؟ من كلمه friend او scholar او sportsman. يبقى احنا عندنا هنا كلمه admiration. احنا كلمه شب في كلمه friendship changes a word into بتغير الكلمه الى noun. يبقى noun يعني ايه؟ اسم. The words كلمة admiration و appreciation. appreciation معناها تقدير. admiration إعجاب. ايه علاقتهم ببعض؟ antonym ولا synonym؟ يلا antonym معناها ايه؟ مضاد. synonym مرادف. يبقى ايه علاقتهم ببعض؟ ان الاتنين synonyms يعني الاتنين ليهم نفس المعنى. The prefix re في كلمة restart. prefix يعني بداية. معناه ايه؟ معناه again انه يعمل مرة تانية. طيب احنا كده نبقى غطينا اهم الاسئلة اللي جات في lesson 1 و 2. اتمنى تكون استفدتوا. لاي اسئلة اضافية لو حد مش فاهم حاجة ممكن تبعت لي في الكومنتس. اشوفكم على خير في اللقاء التاني. كان معاكم فاطمة البنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.